في يوم من الأيام ما كانش فيه صراع أكبر من اللي هنتكلم عليه النهاردة. صراع مش بس ديني، لكنه كان سياسي، فكري، وفلسفي. صراع وصل لحد التعذيب والسجون، وهدد أكبر علماء المسلمين. النهاردة هنتكلم عن فتنة خلق القرآن، المعركة اللي غيرت شكل الخلافة الإسلامية، واللي كان بطلها الحقيقي الإمام أحمد بن حنبل. البداية ما كانتش في عصر المأمون، ولا حتى في العصر العباسي كله. لا، القصة بدأت قبل كده بكتير، في القرن الأول الهجري، وقت ما كانت الأسئلة الفلسفية بتواجه لسه المسلمين. هل الإنسان مجبر على أفعاله، ولا عنده حرية كاملة؟ هل ربنا هو اللي بيخلق الشر، ولا الإنسان هو المسؤول عنه؟ هل الصفات الإلهية زي السمع والبصر موجودة فعلا زي ما بنفهمها، ولا ليها معنى مختلف؟ هنا ظهر واحد اسمه واصل بن عطاء، طالب علم كان بيدرس عند الحسن البصري، لكنه اختلف معاه في نقطة خطيرة جدا: حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر ولا مؤمن عاصي؟ الحسن البصري قال لا كافر ولا مؤمن، لكنه في منزلة بين المنزلتين. واصل بن عطاء وافق على الفكرة، لكنه شافها من منظور تاني، وقال إن الإنسان عنده حرية كاملة في أفعاله، وربنا ما بيجبرش أبدا حد على فعل الخير أو الشر. الحسن البصري ما وافقش على كلامه، فواصل قرر يخرج من مجلسه وقعد في زاوية لوحده. وهنا قال الحسن البصري جملته المشهورة: اعتزلنا واصل. ومن هنا بدأ يطلق عليهم المعتزلة. مع الوقت المعتزلة فضلوا يطرحوا أفكارهم، لكنهم كانوا أقلية، وأغلب العلماء كانوا شايفين إنهم بيعتمدوا على الفلسفة والمنطق أكتر من النصوص الشرعية. لكن كل حاجة اتغيرت لما وصل الخليفة العباسي المأمون للحكم. المأمون كان شخص محب للعلم جدا، وكان متأثر بالفكر الفلسفي اليوناني، وكان شايف إن المنطق والعقل لازم يكونوا فوق كل حاجة. وهنا المعتزلة شافوا فرصتهم الذهبية، قدروا يقنعوا المأمون إن أفكارهم هي الصح، وإن لازم يتم فرضها على كل الناس. وأهم فكرة كانت خلق القرآن. وهنا بدأت الأزمة. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق مش قديم، وده معناه إنه حادث مش أزلي. لكن ليه قالوا كده؟ قالوا إنه لو القرآن قديم زي ذات الله، يبقى في كيان آخر غير الله قديم، وده شرك. ولو القرآن قديم، يبقى لازم نثبت لله صفات أزلية زي الكلام والسمع والبصر، وده عندهم معناه تشبيه الله بالإنسان. لكن العلماء التانيين ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رفضوا الفكرة تماما، وقالوا إن القرآن كلام الله قديم غير مخلوق، لأن لو قلنا إنه مخلوق يبقى ممكن يتغير أو يستبدل أو ممكن كمان يموت، وده معناه إن الدين نفسه مش ثابت. وهنا بدأ الصدام. المأمون قرر يفرض فكرة خلق القرآن على كل الناس، وبعت أوامره لكل العلماء إنهم يوافقوا، واللي يرفض سجن أو عقاب. أغلب العلماء خافوا ووافقوا، إلا الإمام أحمد بن حنبل رفض بشدة وقال القرآن كلام الله قديم غير مخلوق. المأمون أمر بسجنه وأرسله مقيد بالسلاسل إلى بغداد. لكن المأمون مات قبل ما يشوف أحمد بن حنبل بيتعذب، والمحنة كملت لأن الخليفة اللي بعده المعتصم بالله كان مقتنع بنفس أفكار المعتزلة، وقرر إنه يكمل الضغط على الإمام أحمد. المعتصم أمر بتعذيب الإمام أحمد بن حنبل في العلن قدام الناس، عشان يكون عبرة لأي حد يفكر يعارض فكرة خلق القرآن. الجنود جلدوه بالكرابيج، ضربوه بشدة، لدرجة إن المؤرخين بيقولوا إن دماؤه سالت على الأرض وهو متمسك برأيه. حتى إن واحد من الجلادين ابن أبي دؤاد قرب منه وقال له: يا أحمد، قل في أذني إن القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال له أحمد بن حنبل: يا ابن أبي دؤاد، قل في أذني أنت أن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى أخلصك من عذاب الله. وفضل في السجن أكتر من سنتين، وتعرض لتعذيب مستمر، لكنه ما استسلمش اللحظة. الأمور اتغيرت برؤيتين، واحدة للمعتصم وواحدة للإمام أحمد نفسه. رؤية المعتصم كانت بتقول له يصدق رؤية ابن حنبل، وفي رؤية ابن حنبل كان ربنا بيقول له صدقت. وهنا تاب المعتصم وعفى عن ابن حنبل، لكن ابن حنبل أعرض عنه. لكن الأمور اتغيرت تماما لما وصل للخليفة المتوكل. المتوكل كان ضد المعتزلة، ولما وصل للحكم أنهى كل اللي عملوه. المعتزلة تحولوا من فكر رسمي للدولة لجماعة مرفوضة عند معظم العلماء، لكن الصراع بينهم وبين أهل الحديث ما انتهاش، والأفكار دي فضلت موجودة حتى بعد زوال الخلافة العباسية. وهنا انتهت واحدة من أكبر الفتن في التاريخ الإسلامي، فتنة مش بس بين العلماء، لكن بين السلطة والفكر، بين الدين والفلسفة، وبين القوة والصبر. يا ترى لو الإمام أحمد استسلم وحاد عن الحق، هل كان شكل الإسلام هيكون مختلف عن النهاردة؟
كان معاكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.